بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم سمك السردين في الفرن. كيجي رائع ومقرمش ولذيذ وصحي. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كيلو من سمك السردين مغسول ومنقي جيدا، نصف كأس من عصير الليمون الحامض، نصف كأس من زيت الزيتون، لا شابلور أو الخبز المحمص، 3 ملاعق كبار من الكزبر والبقدونس مقطعين قطع رقيقة بهذا الشكل. غادي نحتاجو التوابل ملعقة صغيرة من بابريكا أو التحميرة والفلفل الأحمر، نصف ملعقة صغيرة من الكركم والخرقوم بلدي، نصف ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة من الملح، ربع ملعقة من الإبزار أو الفلفل الأسود، ربع ملعقة من السكنجبير أو الزنجبيل، 6 فصوص من الثوم، بصلة مقطعة مبشورة بهذا الشكل أو محكوكة، 4 قطع من الجبن. هذا إبقاء اختياري، ممكن استعمالهم كله. نبدأ على بركة الله. في إناء نضع الكزبر والبقدونس، البصل، ثوم، توابل، عصير الليمون الحامض، نصف الكمية من زيت الزيتون، نخلط جيدا. نحضر صينية الفرن. نضع القليل من زيت الزيتون، وزعه قليلا في الصينية. نضع السمك في الخبز المحمص أو الشابلور، يعطي واحد القرمشة رائعة. نضع الحشوة هكذا، نضع قطع الجبن، نضع طبقة السردين الثانية بنفس الطريقة، نضع في الخبز المحمص أو الشابلور. نضع القليل من زيت الزيتون هكذا من الفوق، نضعه في الفرن على درجة الحرارة 200 درجة مدة نصف ساعة تقريبا. هذا هو الشكل النهائي سمك السردين ديالنا في الفرن، كيجي رائع ولذيذ. صحي ورائع ولذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه، وما تنساوش الاشتراك معي في القناة ليصلكم مني الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تعملوا جيم وتبارطاجيو وتخلوا لي التعليقات ديالكم. شكرا.